السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في سلسلة الفروق في اللغة الإنجليزية. عندنا ده الفيديو رقم 16، وده الفرق بين كلمتين مس ولوز. الكلمتين دول شبه بعض لكنهم مختلفين في المعنى. ما تنساش الأول تعمل لي اشتراك وتفعل جرس التنبيهات. انزل دلوقتي يلا عشان يجيلك كل جديد. طيب يلا بينا نبدأ. انت فاكر ان مس ولوز شبه بعض؟ هم شبه بعض لكن في اختلاف في المعنى. ايه الاختلاف في المعنى؟ عندنا لوز انك تفقد شيء ما، ممكن تكون ممتلك شيء ما ولكنك تفقده، يكون عندك حاجة معينة بس تضيع منك أو تخسرها، أو إنك تخسر جيم أو لعبة معينة. وعندنا مس دي معناها تفوت. ممكن تفوت وسيلة مواصلات، تفوت فرصة، تفوت حاجة معينة، أو إنك تفقد شخص ما. يعني إيه تفتقد لشخص ما؟ يعني شخص ما وحشك. أنت في حد وحشك فهتقول عليه I miss. I miss سارة، I miss أحمد، I miss him، I miss her. فهنا ميس يفتقد لشخص ما، أو يفوت فرصة، يفوت وسيلة مواصلات. طيب فهنا بيقول لك ميس لو شايف to fail to catch a transportation، إنك تفشل إنك تلحق بوسيلة مواصلات، أو to miss someone، إنك تفتقد لشخص ما. تعال ناخد مثال. hurry up or we will miss the bus. بسرعة أو إحنا هنفوت الأتوبيس. استعجل نفسك ومد وإلا هنفوت الأتوبيس. طيب لوز بيقول لك lose to be unable to find something. انت مش قادر تلاقي حاجة معينة. زي ايه؟ I lost my wallet when I was in town. انا فقدت المحفظة لما كنت في المدينة. فده الفرق بين lose وmiss. تعال ناخد اكتر من مثال عشان نثبت المعنى. نبدأ بmiss. I'm going to miss the bus. انا هفوت الباص. He missed a great opportunity. هو فوت فرصة عظيمة. ممكن تكون فرصة شغل، فرصة عمل، او اي فرصة. She misses living near the beach. هي فوتت فرصة إنها تعيش بجانب الشاطئ. طيب لوز ما ممكن تقول don't lose your keys. ما تضيعش مفاتيحك. They lost the game. هم خسروا المباراة. She always losing her phone. هي دايما بتفقد الموبايل بتاعها. بس يا سيدي ما تنساش تعمل لي فولو، وقول لي لو في كلمتين عايز تعرف الفرق بينهم في التعليقات، وصدقني هعمل لك فيديو عليهم. أشوفك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.